أنهى المنتخب المغربي مشاركته التاريخية في بطولة كأس العالم قطر 2022 بخسارته 2-1 أمام نظيره الكرواتي في مباراة تحديد المركز الثالث، والتي احتضنها استاد خليفة الدولي أمسية السبت 17 ديسمبر. وقد شهد العرس العالمي على أرض قطر تقديم أسود الأطلس لمستويات رائعة منذ بداية دور المجموعات بتعادلهم سلبا من دون أهداف 0-0 أمام كرواتيا في المواجهة الأولى، ثم فوزهم على بلجيكا 2-0 وعلى كندا 2-1 قبل إقصائهم للمنتخب الإسباني أحد المرشحين البارزين للتتويج باللقب من دور 16 بركلات الترجيح 3-0 بعد التعادل 0-0 في الوقتين الأصلي والإضافي. وأمام المنتخب البرتغالي كان المنتخب المغربي أمام الموعد، وأصبح أول منتخب إفريقي وعربي يتجاوز دور 8 عبر التاريخ كأس العالم بعد الفوز بنتيجة 1-0. ولكن التألق المغربي اصطدم بعملاق الفرنسي في النصف النهائي، وكانت النتيجة الخسارة 2-0 أمام حامل اللقب، ومن بعدها الهزيمة أمام كرواتيا 2-1 في مواجهة تحديد صاحب المركز الثالث. وبعد خوض المنتخب المغربي ل7 مباريات في كأس العالم قطر 2022، الآن نمر للأرقام المنتخب المغربي التي حققها في هذه المباريات. نجد أن كتيبة المدرب وليد الركراكي أحرزت 6 أهداف واهتزت مرماها 5 مرات وحافظت على نظافة الشباك 4 مرات، وتلقى لاعبو المغرب 9 بطاقات صفراء خلال البطولة، أيامهم ب 2695 تمريرة، منها 2226 تمريرة صحيحة، بينما فقدوا الكرة تحت الضغط ب 472 مرة. ولعب المغرب في المونديال القطري 89 كرة عرضية، منها 18 عرضية صحيحة، وحاول الفريق المغربي التسجيل في 61 مناسبة، 17 محاولة منها داخل إطار المرمى، فيما بلغ عدد محاولات التسجيل من داخل منطقة الجزاء 34 محاولة و27 محاولة من خارج منطقة الجزاء. وخلال العرس العالمي على أرض قطر ارتكب المنتخب المغربي 97 مخالفة وحصل على 12 ركنية. وتركزت هجمات أسود الأطلس في المونديال على الجانبين، حيث بلغ عدد مرات اقتحام الثلث الأخير من ملعب المنافس عبر الرواق الأيمن 73 مرة ومن الرواق الأيسر 62 مرة، فيما بلغ العدد 24 مرة من الوسط. واعتلى مهاجم إشبيلية يوسف النصيري صدارة هدافي المغرب في مونديال قطر برصيد 2 هدفين، فيما كان جناح تشيلسي حكيم زياش هو الأخطر مع احتلاله المركز الأول في سلم لاعبي المغرب كأكثرهم محاولات التسديد ب11 محاولة، ومع كونه أيضا أكثر من أرسل كرات عرضية في المنتخب المغربي خلال البطولة ب35 كرة عرضية، وأكثر من طلب الكرة من زملائه ما بين خط الوسط ودفاعات المنافسين بواقع 85 مرة. كما أحرز زياش هدفا وقدم تمريرة حاسمة خلال هذه المسابقة العالمية. كان الظهير الأيمن لباريس سان جيرمان أشرف حكيمي أكثر بين زملائه في عدد التمريرات الصحيحة بواقع 361 تمريرة، وصاحب أكبر عدد من المحاولات الاختراق الناجحة ب91 محاولة، بينما كان لاعب الوسط سفيان أمرابط أكثر ركضا بين اللاعبين المغاربة، حيث ركض 81.45 كيلومتر خلال 7 مباريات، يعني تقريبا 82 كيلومتر اللي جرى خلال هذه 7 مباريات. وبرز عز الدين أناحي كثيرا خلال كأس العالم 2022، وهو الأكثر بين لاعبي المغرب في حالات ضغط الدفاعي على المنافسين خلال البطولة بواقع 352 مرة، كما أنه الأكثر أيضا في استلام الكرة ب 447 مرة. كما ظهر حارس إشبيلية ياسين بونو بصورة مميزة في مونديال قطر، وخلال 6 مباريات خاضها الحارس المغربي استقبل 5 أهداف
وحافظ على نظافة شباكه في 3 مباريات، وتمكن صاحب 31 عاما من القيام ب 53 تصديا، وأسهم باقتدار في تخطي عقبة إسبانيا بركلات الترجيح خلال مواجهة ثمن نهائي كأس العالم. والمباراة الوحيدة التي غاب عليها هي مباراة ضد بلجيكا. وهذه بعض الأرقام التي خاضها اللاعبون في كأس العالم قطر 2022، ولا بد أن نشكر جميع اللاعبين الذين خاضوا هذا المونديال. 26 لاعبا يجب أن نشكرهم جميعا، بما فيهم المدرب ورئيس الجامعة فوزي الرجع والجميع، وعلى أي قطرة طاحت في سبيل المنتخب المغربي. شهدت بطولة كأس العالم 2022 والتي استضافتها دولة قطر العديد من الأرقام القياسية، هي كذلك أشادت الكثير من وسائل الإعلام العالمية مع نجوم كرة القدم سابقين وحاليين ومدربين ومسؤولين بالتنظيم المميز للبطولة، حيث شهد كأس العالم 2022 تسجيل 172 هدفا، وتجاوز الرقم القياسي السابق المسجل بمونديال 1998 في فرنسا و2014 بالبرازيل برصيد 171 هدف. كما أصبح مونديال قطر 2022 في المركز الثالث لأعلى حضور جماهيري في بطولات كأس العالم بمجموع 3.5 مليون مشجع اللي حضر قطر، ويأتي في المركز الأول مونديال 1994 في أمريكا، وفي المركز الثاني مونديال 2014 في البرازيل. وبهذا غيكون مونديال قطر ختمها بواحد المباراة تاريخية، هي نهائي كأس العالم 2022 بين فرنسا والأرجنتين، التي شهدت 3-3 وتتويج ليونيل ميسي باللقب العالمي لأول مرة في المسيرة ديالو. قطر على هذه البطولة التاريخية التي لن تنسى أبد الدهر.